ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاك وعلى اعلان احمد مكي الجديد مع تايجر. الناس نازل كده حبه حلوين، يلا بينا. اعلان احمد مكي وفليكس مع تايجر. الاعلان كله كان اعلان غريب واعلان فعلا مفاجئ، وانا نفسي اتفاجئت. يعني انا كنت داخل اتفرج على الاعلان، لقيت مكي ولقيت قبليها سلمى ابو ضيف ونور النبوي. كان في مشهد تمثيلي صغير كده، وبعد كده احمد مكي قام دخل عمل شغل حلو جدا في الاغنيه دي. حتى الاعلان كان مفاجئ. بعد كده لقيت فليكس ولقيت تيم كامل، في ناس كتير قوي كانت مع مكي بتغني راب. تيم اتعمل بشكل خرافي قوي. فكره ان انت تجمع مكي مع كل دول، دي فكره لوحدها جامده جدا، واكيد تكلفتها كانت عاليه جدا. ان احمد مكي هو اقدم رابر في مصر عندنا يا جماعه، وهو دلوقتي اقدم واحد فيهم. يمكن مكي حاليا مش شغال جدا كاغاني، كان هو يعمل اغاني كتير رابر الفتره ديت. احمد مكي برضه يا جماعه على وضعه في مكانه، حتى لو ما بيعملش اغاني كتير ومش مركز. بس دي بصراحه سلبيه بالنسبه لي لاحمد مكي، شايف ان هي تتحسن، ان هو يركز شويه، ان كل فتره ينزل بكليب جديد باغنيه. انا شايف ان هو مش اعلان، انا شايف ان ده فيديو كليب جديد، يعني فيه تقنيات كويسه جدا. شايف ان كان معمول بطريقه حلوه، برضه التصوير والاماكن اللي كان معمول فيها الاعلان كانت مبهجه جدا. الاغنيه كلها كانت معموله بروح حلوه. احمد مكي برضه انا بحس ان هو بيخطف الواحد كده لما بيجي بيعمل اي حاجه، سواء بقى مسلسل، سواء يجي مثلا يعمل اغنيه او فيديو كليب جديد، حتى لو اعلان جديد. احمد مكي باضافه لاي عمل ولاي حاجه بيدخل فيها او بيقدمها. فانا كنت مبسوط جدا بالاعلان ده. شايف ان هي اضافه كبيره جدا جدا لشركه تايجر. شايف ان هي دعايه قويه ان هم يستخدموا احمد مكي وكمان التيم الكامل ده كله بيغنوا رابر مع بعض، كلهم يتجمعوا في تراك واحد، يطلعوا في اعلان واحد مع بعض. كانت فكره جامده جدا، والتصوير كان عالي. وشايف كمان الجرافيك اللي كان معمول في الاعلان كان شكله كان حلو ومتركب كانه حقيقي بالظبط. شايف ان تايجر بصراحه صرفه مكلفه قوي في الاعلان ده. شايف ان بشكل عام الاعلان من ضمن الحاجات اللي كانت قويه او من الايجابيات اللي فيه كانت احمد مكي نفسه. بعد كده لما التيم كله ظهر مع بعضه، كلهم غنوا مع بعض، وكل واحد فيهم قال الكوبليه بتاعه، شكله كان مبهر جدا وكان حلو ويخليك تفرح. اعلان مبهج. كل الناس اللي بتحب الاغاني الراب، وطبعا ليها بقى في الرابر واي رابر مش شرط دول بس، هينبسطوا جدا اكيد بالاعلان ده وهيبقوا حابينه. وده اللي كان عندي النهارده. انا حبيت اشارككم رايي في الاعلان واقول لكم ان هو كان من ضمن الاعلانات اللي فعلا هتعيش لاحمد مكي، واعلان قوي جدا. عايز اعرف انتوا شايفين الاعلان كان اقوى حاجه ولا كان مش احسن حاجه قوي؟ كلكم شاركوا رايكم في الكومنتات. وده اللي كان عندي النهارده. لو انتوا لسه جديد وشوفوا اشتركوا في زر الجرس واعملوا لايك عشان كمان في محتوى اقدمه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحابكم على ما تقدروا. ما تنسوش اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. شكرا.